وقف كده واصبر ثانية بعد إذنك، عشان أنا جاي أغير لك مفهومك ونظرتك عن الكسل. لو شايف إنك شخص كسول فجايز جدا تكون ظلمت نفسك، عشان يا حبيب مخك مش بيحب يضيع وقته أو طاقته. كل مهمة بيشوفها صعبة أو مملة أو نتيجتها بعيدة بيأجلها لوحده. هو مش بيأجلها عشان هو ضد نجاحك ولا حاجة، لا، وده اللي بقوله لك للمرة الألف. حاول تفهم عمق المواضيع عشان تقدر تفسر أي ظاهرة بتحصل معاك. ما تفضلش قاعد مستنيني أجي أفسر لك. المهم مخك متبرمج يحافظ على الطاقة، عشان كده تلاقي نفسك قادر تقعد قدام فيديو بالساعتين 3، لكن لو 5 دقايق شغل تشوفهم بتقل جبل. واللي بيحصل ده مش عشان انت كسول، لا لا لا، عشان مخك قرر مع حاله كده ان هو ما يشتغلش. فبالتالي مخك لما يشوف المهمة مكلفة او ضغط عليه والناتج بتاعها بعيد لسه، فالبرنس بيكنسلها وبيدور على حاجة اسهل. شوف بقى لما حضرتك تفهم ان اساس الكسل ان مخك بيستعبط عليه. انا شخصيا لما عرفت وقريت المعلومة دي ما بقتش بكسل في حاجة، لان بقيت بعاند مخي. ما هو مش هياخدني ويجي بيها على مزاج، فانا قدرت افهم ايه اللي بيخليني اكسل. فبالتالي هقدر احل المشكله من جذرها، مش هسيب جذر المشكله واجي اعالج الثمره بتاعتها من فوق، اللي هي ايه؟ اللي هي انا قاعد مش عايز اشتغل وشايف ان ده كسل وحاسس ان انا كسول. لا، هو جذر المشكله نفسه ان مخك عمال بيستعبط. فانت لو كنت قادر تفهم ده من بدري صدقني مش هتكسل في اي حاجه تانية.